السلام عليكم. الدرس تاع اليوم اش يقول باللي 80% في تعلم العصا لازم تكون تتعلم الحركة هي الأولى. كيف الحركة معناتها لي ديبلاسمون. في أي رياضة يركزوا على لي ديبلاسمون، يعني لي بوزيسيون، كيف ديبلاسي، كيف تدخل، كيف تخرج، كيف توقف، الوقفة تاعك، الوضعية تاع القتال تاعك كيف تكون. صافي ماشي تمشي وخلاص، ماشي كيما كي تمشي برا، لا. المطرق عنده مشيات سبيسيال، وين نتحرك وين ما نتحركش، وين نقدم وين ندخل وين نخرج. هذه الحركات هذه الامور البسيطه اللي لازم تتعلمهم كي تكون في البدايه التعلم في البدايه كي تكون تتعلم في العصا. صافي لازم تكون تعرف هذو الصوالح. بس صافي الاولويه من الاولويات اللي نتعلموهم في الخطوات الاولى تاع رياضه العصا هي الحركه. معناتها كيف نمشي، كيف نديبلاسي، كيف ندخل، كيف نخرج، ومن بعد كاين الامور الاخرين يجوا ساهلين. هذا هو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.